بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم فقره جديده من فقرات الكره مع الجوكر. طبعا قبل كل حاجه ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه، ربنا رب يرحمهم ويتغمدهم ويسكنهم فسيح جناته. طبعا يا اخوانا كل سنه وانتم طيبين، لعلها تكون الليله ليله العيد، ونسأل وطبعا ندعو الله ان يتقبل صيامنا في رمضان وزكاتنا وقيامنا. وبسم الله نبدأ. طبعا يا اخوانا هنبتدي طبعا اول حاجة بمؤجلة الدوري الاسباني، وبرشلونة يضرب اوساسونا بثلاثية نظيفة وكده. طبعا بينتزع الصدارة مجددا. طبعا بدأ برشلونة بضغط عالي جدا. طبعا وضع اللاعب فران توريس الهدف الاول باسيست ولا اروع من بالدي، ليعزز اللاعب داني اولمو الهدف الثاني من ركلة الجزاء، ويعزز وطبعا يضع الهدف الثالث اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي. بنقول مبروك لبرشلونة وعشاقه. طبعا بقى نتكلم على مباريات كاس مصر، والزمالك يضرب موعد في النهائي امام بيراميدز. طبعا بيراميدز لعب مباراة جميلة جدا امبارح، وكرنفال الصراحة عملوا على البنك الاهلي، وتقدم فيستون مايلي بالهدف الاول قبل طبعا ان يضع اللاعب احمد اوطا الهدف الثاني، ليضع طبعا اللاعب بلاتي توريه بهدف ولا اروع ولا اجمل من كده في الهدف الثالث جميل جدا. طبعا الرابع اللاعب ابو التفانين حدوته رمضان صبحي من ركله الجزاء. وبكده البيراميدز يضرب الموعد مع الزمالك. الفايز على بيراميدز في اسف على سيراميكا في مباراه جميله جدا. برضو مباراه شهدت عوده حميده لزيزو في التهديف، وضع الهدف الاول من ركله الجزاء. يعني الصراحه يعني هنتكلم بمنتهى الامانه، ركله الجزاء الاولى بتاعت الزمالك اللي جت يعني سبحان الله ما فيهاش حاجه الصراحه، وضع فيها عبد الله السعيد قبل طبعا ان يهدر ركله جزاء تانية. تعادل لاعب سيراميكا موكا، ليضع في الوقت القاتل اللاعب احمد السيد زيزو الهدف الثاني. وبكده الزمالك وبيراميدز في المشهد الختامي. طبعا يعني المباراه يقال ان هي هتتلعب مباراه نهائيه، هتبقى في اخر شهر 4. طبعا بقى نرجع لبيراميدز تاني. بيراميدز طبعا خلاص يعني في كلام ان هو هيطلب حكام اجانب لمباراته المرتقبه امام النادي الاهلي، وخلاص الاهلي رسميا هيعود للدوري تاني. طبعا بقى هنرد بقى على احمد شوبير. احمد شوبير بيقول لك ان نهائي نصف نهائي كاس مصر ملوش طعم بسبب ان الاهلي مش فيه. طب يا شوبير، هو ايه هو مين اللي خلى الاهلي ينسحب؟ طب طالما هو ملوش طعم، الاهلي السنه اللي فاتت انسحب ليه قدام فاركو؟ وطبعا بموجة من صحابه قدام فاركو اتحرم طبعا من المشاركه في كاس مصر السنه من النسخه دي. يعني هو اللي عمل في نفسه كده. طبعا نرد بقى على عدل القيعي، اللي هو طبعا يعني بسم الله ما شاء الله بكلمه من اسبوع، كان بكلمه من اسبوع ودلوقتي بكلمه من اسبوع تاني. عدل القيعي بيقول لك ان الدوري مش بعيد، ولو فزنا 7 مباريات هناخد الدوري. وقال لك ان كان نفسنا ننظف المنظومه. والله يا عدل القيعي انت اكبر خطر اصلا، انت بجد والله انت انسان مدلس. وللاسف يعني انت نفسك قلت احنا ما انسحبناش واحنا مستنيين الماتش يتعاد والكلام ده. يعني مع كل احترامي للنادي الاهلي وجماهيره، خطيب هو اللي عمل الكلام ده كله، مجلس ادارتك هو اللي عمل الكلام ده كله يا حبيبي. يعني هنا بقى السؤال، هل مجلس الاداره هيعتذر للجماهير على اللي هو عمله؟ هنا السؤال الصراحه اللي بساله لاي واحد لاهلاوي. هل الخطيب هيطلع بيان يعتذر فيه على كل اللي عمله؟ ما اظنش، مع كل الاحترام والتقدير. طبعا يا اخوانا الاتحاد البرازيلي خلاص، طبعا درويفال جونيور تمت اقالته طبعا بعد الهزيمه الكبيره اللي تعرض لها في بوينس ايرس امام المنتخب الارجنتيني. طبعا يعني كانت ازمه كبيره الصراحه. في نفس الوقت قلنا والله احترام اي يعني احترم الخصم اللي قدامك، ده نص مكسب. انما العنجهيه هي دي اللي بتؤدي للخساره. خلاص يا جماعه المشهد الختامي، بيراميدز اللوس ميوناريوس حامل لقب الكاس امام نادي الزمالك. انا انا طبعا والله كزملكاوي اتمنى نادي الزمالك يفوز، لكن مباراه تبقى جميله. بيراميدز على فكره السنه دي يعني مع كل الاحترام للقطبين، لا بيراميدز السنه دي يعني فريق قوي جدا، فريق متكامل من كل حته. هنشوف الايام الجايه ترسى على ايه. طبعا يا اخوانا اتمنى يا رب ان انا ما اكونش تقلت عليكم. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد على الامه كلها. حافظ الله فلسطين. السلام عليكم. Go, 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 we
can score right now.